محمد مجدي قفشه موجود دايما، بقاله اكتر من 3 ماتشات او 4 ماتشات من ساعه ماتش مازيمبي دكه. طيب ليه ليه ده حصل؟ طب تعال اقول لك. محمد مجدي قفشه اصلا يعني من امام عاشور وافضل من عمرو السولية. قفشه لما بيلعب بيخلي الملعب كله جنبيه مسطره، من حيث انه بيعمل لعب كويس جدا، افضل من اي لاعب في النادي الاهلي، وده بيخليه رقم واحد. طب ليه كولر حط بره طالما هو رقم واحد؟ لانه اتكلم. معروفة اي لاعب بيتكلم انت بتتكلم بدك، بس ما كانش لوحده، ده كان مع الشحات لعب. لا مش هيلعب، مش تلعب. قفشه لو بصيت على مساهماته الموسم ده هيبقى افضل من امام عاشور. قفشه ده في ماتش الزمالك هو اللي مخلص لك الماتش، خلصوا على الاقل، جابوه ما انتوا جايبه. في ماتش كاس مصر هو اللي مخلصهولك. اتمنى المشكله تتحل بينهم من كولر، ان قفشه كويس جدا، كويس جدا، عكس لعبه كتير قوي في الاهلي بيلعبوا وهو افضل منهم. اتمنى ده يحصل. اتمنى عودة ديانج يا جماعة لو لعب في نص الملعب حاجة جامدة قوي في الأهلي. فأتمنى ده تبقى موجودة الماتش الجاي، إن الأهلي داخل على النهائي، والنهائيات دي بتاعت قفشة. النهائي ده بتاع قفشة اللي بيخلص لك النهائيات والمباريات الأخيرة دي بسهولة. دي بتاعته، دي حاجته، عكس